مفيش اجمل من ان انت تصحى الصبح على فنجان قهوة معمول بمزاج. بس الفنجان ده وراه قصة عجيبة. يا صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في الفيديو رقم 2 من فلوجات عشوائيه. في فيديو النهارده هقول لكم على حاجه غريبه جدا حصلت معايا النهارده. طبعا انا عندي هنا اوضه في البيت عاملها زي اوضه مكتب، بخلص فيها كل شغلي، بكتب فيها، بجهز فيها، بخلص فيها الشغل بتاعي. وفي الاوضه دي انا محتفظ بمجموعه من الذكريات بتاعتي وحاجات من ايام الطفوله، ومجموعه كبيره جدا من الكتب بتاعتي، ده بالاضافه الى شويه حاجات كنت واخدها من والدي رحمه الله عليه. وقبل ما ادخل في فيديو النهارده عايز افرجكم كده على الحاجات اللي انا محتفظ بيها، واوريكم شويه من المقتنيات بتاعتي اللي انا حاططها في اوضه المكتب. اما بقى في المكتبه الصغيره دي فعندي مجموعه من كتب اللي انا بحبها وبحب اقراها، زي روايه محمد منسي قنديل قمر على سمرقند، بتعتبر من اهم الروايات ومن اجمل الروايات اللي انا استمتعت بقراءتها، ورشحها لاي حد بيحب ادب الرحلات. عموما انا بحب اقرا كتير لمحمد منسي قنديل، وبرده في روايه من الروايات اللي انا بحبها جدا، دي بقى من اكتر الروايات اللي انا بحب اقراها وقريتها واستمتعت جدا بقرايتها، وهي للكاتب محمد العدوي واسمها الرئيس. كتاب عمرو بدوي، مسافر الكنبه في ايران. في حاجه بقى عايز اوريها لكم دايما بعملها في الكتب الجديده لما اشتريها، اني بكتب هنا تاريخ اللي اشتريت فيه الكتاب ده انا كنت بقراه في يناير، جبته في شهر يناير 2014 في رحله تنزانيا. في الجزء الثاني بقى عندي مجموعه من الترافل جايدز، يعني للبلدان اللي انا سافرتها زي سويسرا، ماليزيا، فيتنام، كمبوديا وسريلانكا. تحت بقى ننزل هنلاقي مجموعه من الروايات لعلاء الاسواني ويوسف زيدان. نيجي بقى للجزء المهم، وهو شويه الانتيكات والحاجات القديمه اللي موجوده عندي. اول حاجه طبعا هي النضاره اللي انتم شايفينها دي، واللي انا فعلا مش شايف منها اي حاجه خالص. طبعا اللي انتم شايفينه ده هو بواقي نضاره، ولكن النضاره دي عزيزه جدا وغاليه عندي جدا لانها كانت بتاعه والدي، كانت من ماركه بيرسول. في بقى الساعه اللي انتم شايفينها دي، الساعه دي كاسيو، بس طبعا حد فاكرها، هي ساعه فيها زراير كده وكان فيها آلة حاسبه، والساعه دي كانت ممنوع نخش بيها الامتحان. كاميرا للتصوير الفوري، واعتقد ان الكاميرا دي هي من اول الكاميرات بالنسبه لكاميرات التصوير الفوري، ودي كانت كاميرا كوديك. ما عنديش فكره طبعا اذا كانت لسه شغاله ولا لا. دراعات بلاي ستيشن، بس بقى القديم واللي مش هتشوفوه في اي مكان تاني هو الدراع ده، طبعا دراع الاتاري. ومش بس دراع الاتاري، بس عندي الشرايط بتاعته. اغرب حاجه بقى ممكن تشوفوها هي الكاميرا ريكنون امريكي، برضو من الحاجات المقتنيات بتاعت والدي. خلينا كده نجربها وناخد صوره. وفي نفس الأوضة أنا برضو عامل ركن للقهوة، ولكن الصراحة أنا لسه ما استخدمتوش. ومن ضمن الحاجات اللي موجودة في الأوضة هي ماكينة القهوة اللي انتوا شايفينها، ولكن الحقيقة يمكن أنا عمري ما استخدمتها، ويمكن أصلا عمرها ما عملت قهوة قبل كده. بس الغريبة إن من كام يوم كده كنت بجربها ولقيتها اشتغلت، فكان عندي فضول أعرف إذا كانت هتطلع قهوة فعلا ولا خلاص راحت عليها. وده اللي هنشوفه ونجربه مع بعض في فيديو النهارده. وطبعا قبل ما نبدأ مش هوصيكم ما تنسوش اللايك والشير، لا مش هقول لكم كده المرة دي، ولكن أول خطوة أعتقد كده إن الأوضة محتاجة شوية تنظيم. كده الحمد لله خلصت اول خطوه. ندخل بقى دلوقتي على الخطوه رقم 2. هناخد بقى الاموره الحلوه بتاعتنا دي ونديها بقى غسله حلوه كده نزيح عنها تراب السنين. ترى انت عمرك كام سنه؟ مش عارف، بس اكيد هنعرف. ناخدها بقى جزء جزء كده، اديها غسله حلوه ونشوف مع بعض. هضحي بالهدوم بتاعتي يا جدعان عشان اغسلك. اتمنى بقى بعد المجهود ده كله تشتغل. ناخدها بقى تنشيفه حلوه.
الحمد لله المهمة تمت بنجاح. ناخدك بقى نرجعك، وبكده نكون خلصنا الخطوة رقم 2. الخطوة بقى رقم 3 ان اروح اجيب مكونات القهوة، البن والمية والسكر. يلا بينا. وبكده اكون رجعت لكم بشوية حاجات كده. اول حاجة هنحتاجها المعلقة اكيد، المية، شوية حاجات كده سرقتها من المطبخ، السكر، البن، مقص، وفنجانين. وهتعرفوا دلوقتي الفنجان التاني ده لمين. الموضوع بقى محتاج شوية تجهيزات كده. هشرب بس عشان عطشان جدا. ايوه تمام. طيب ده كده المعيار بتاع ماكينة القهوة، ده اللي هيتحط فيه البن. يلا بينا دلوقتي على ماكينة القهوة. اول حاجة بقى هنعملها ان احنا نحط المعيار ده مكانه كده. خلاص معيار القهوة موجود في مكانه. اول حاجة. تاني حاجة هنعملها ان احنا نعاير المية، وانا زي ما قلت لكم هعمل فنجانين. بسم الله. فنجان التاني. دلوقتي بقى المفروض ان خلاص الماكينه بدات هي تشتغل وتنزل بن. سامعين الصوت؟ وبكده هتكون الماكينه طلعت قهوه. الحمد لله، اشكرك يا رب. امريكان كوفي. وده فنجان البن اللي عمره اكتر من 50 سنه. الحمد لله تمت المهمه بنجاح. خفيفة شوية بس ده اعتقد يعني الامريكان كوفي بيكون كده. يمكن عمر الفنجان ده ما يقارب ال50 سنة. ممتازة. قهوة بصراحة خطيرة. احلى فنجان قهوة شربته في حياتي بدون مبالغة. فنجان القهوة التاني ده بقى راح لشخص هتشوفه. يلا بينا. رحلة فنجان القهوة رقم 5. ايوه يا امي، انا جايب لك مفاجاه. ايه ده؟ فنجان قهوه اشربيه. قهوه دي؟ ايوه والله قهوه جميل. ما نامش طول الليل. طب اشربي شويه دوقيه. ايه لا ما انا طب دوقيه. انت عارفه بقى الفنجان ده من ماكينه القهوه. ماكينه القهوه اللي فوق؟ صحيح جربتها. والله ابوك الله يرحمه ويحسن اليه كان يجيب اي حاجه حديثه تطلع. الدش الكبير، الطبق الكبير، جابه كل حاجه حديثه. الماكينه دي كانت فين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. واحنا في السعوديه رحنا عمره، انا وابوك وانت صغير وحاتم. راح جاب لنا بقى ماكينه القهوه، جاب لنا حاجات كتيره بس انا مش متذكره الحاجات دي. الكلام ده كان سنه كام تقريبا؟ هي من سنه بقى 88 او 90. يعني ماكينه القهوه دي عمرها من عمري تقريبا. ايوه من 35 سنه تقريبا. عمرنا ما استخدمناها للاسف. محمد حمزه الله يرحمه جاب لنا كل حاجه. الفاتحه على روحك يا حاج محمد. الله يرحمك. الله يرحمه ويبارك لنا فيك يا حاج ناصر. الله يخليك يا شديونه. ودي كانت نهايه الفلوج رقم 2. السلام عليكم.